صباح الخير. انا امبارح نزلت اجري، ودي حاجه ما كنتش عملتها بقالي فتره. رجلي كلها ضايعه خالص، فانا بفكر ان انا انزل امشي شويه، يمكن ده لما رجلي تحرق كده شويه فده يبتدي يفك العضلات. ونتكلم عن اسباب يخلوك لازم تشتغل وانت لسه طالب. اول حاجة وهو انه شغلك وانت لسه طالب ده بيخليك انك تعرف تكتشف نفسك من بدري قبل ما المجتمع يفرض عليك نسخة منك ومش حقيقية عنك. بمعنى ايه؟ تعال اقولك. كتير قوي من رواد الاعمال في مرحلة ما من مراحل حياتهم وهم لسه صغيرين، سواء كانوا لسه طلبة في الجامعة او قبل الجامعة، الناس دول كانوا بدأوا يشتغلوا في شغلانات عادية زي اي حد طالب ممكن يشتغلها، اللي هي ما بتحتاجش مهارات او سكيلز مثلا كبيره، زي ان هو مثلا ممكن يشتغل في قهوه، في بار، يروح يغسل صحون في ماكدونالدز. ودي حاجات منتشره جدا في اوروبا يعني وامريكا والحاجات دي. الناس دول شغلهم في الاماكن دي عرفهم طبيعه نفسهم، خلوهم ان هم يكتشفوا نفسهم. هل هم من الناس اللي بيحبوا مثلا الروتين زي الناس اللي راحت اشتغلت في خدمه عملاء او كده؟ الناس دول اكتشفوا انه مثلا شغل في خدمه العملاء محتاج انك انت تفضل قاعد على كرسي لمده 8 ساعات لابس سماعات في ودانك، في روتين في الشغل، بتروح مثلا من الساعه 9 لحد الساعه 8، او حد تاني مثلا يكون بيعمل شفتات متاخره او كده. فخلاهم ان هم يكتشفوا نفسهم انهم مش بيحبوا من الروتين. في ناس ما بتحبش الروتين. خليني اقول لك برضو انه انا من الناس اللي بعشق الروتين. يعني انا بسبب ان انا كنت بشتغل من بدري، من وانا كنت لسه في الجامعة، انا واحد بعشق الروتين. بحب ان حياتي تكون مملة، تكون روتين. بصحى الساعة كذا، بروح الشغل الساعة كذا، برجع من الشغل الساعة كذا، باكل الساعة كذا، بتفرج على التلفزيون الساعة كذا، بشتغل على الكمبيوتر الساعة كذا، بنام الساعة كذا. انا واحد روتيني جدا فوق ما انت تتخيل. واللي خلاني ان انا اعرف نفسي بالطريقة دي هو ان انا اشتغلت من بدري. كنت بروح شركات، بحب المواعيد قوي، بحب ان انا اوصل في الميعاد قبل الميعاد، بحب ان انا امشي في ميعادي بالظبط. لو الدنيا بتتطربق بتضرب بتقلب، بحب ان انا امشي في ميعادي، ما بحبش ان انا اقعد دقيقه زياده في الشغل. ودي كانت بتسبب لي مشاكل كتير قوي، لان دايما صاحب الشغل المصري دايما متوقع منك انك انت اول واحد بتيجي في الشغل وانت اخر واحد هتمشي، انت حياتك كلها في الشغل. لا، انا ليا حياه بره. فانا كنت باجي في ميعادي وقبل ميعادي، بس وقت ما تيجي الساعه 5 مثلا، لو نفترض نهايه الشغل الساعه 5، فانا لازم امشي الساعه 5. فده ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اعرف نفسي ان انا روتيني. لو انا ما كنتش عملت كده ايام ما انا كنت بشتغل، ما كنتش هعرف الكلام ده من نفسي. فده عرفني على الاقل ان انا في يوم من الايام مش هينفع ان انا اكمل شغل في مصر. ليه مش هينفع اكمل شغل في مصر؟ لانه زي ما قلت لك انه المكان اللي انت بتشتغل فيه، سواء مستشفى او سواء شركه او غيره، هو متوقع منك انك انت تقعد بعد وقتك. فانا لا، انا ما اعرفش ان انا اقعد بعد وقتي. انا لو ميعاد شغلي بينتهي الساعه 8، انا همشي الساعه 8، مش هقعد دقيقه زياده، الا يعني خلاص بقى لو في حد بيموت يعني، وما فيش حد غيري يعمل كده. فده بيخليك انك تجرب حاجات كتير قوي وتكتشف نفسك وكل الجوانب بتاعت شخصيتك قبل ما انت بالفعل تتخرج وتروح في مكان وتتدبس فيه وتبقى مسؤول عن بيت وعن اسره. وساعتها تبقى انت لسه بتجرب. ساعتها مش هينفع انك انت تجرب، ساعتها خلاص انت هتضطر انك انت هترضى بالامر الواقع بتاعك وتشتغل. وده للاسف اللي احنا بنشوفه في كتير قوي من اهالينا، ان هم زمان ما كانش فيه فكره ان هو انك تشتغل مع الجامعه او مع الدراسه. كان الناس كان ممكن الى حد كبير قوي متيسرين ماديا، وكانوا الاب بيشتغل بيروح وظيفته من الساعه كذا للساعه كذا، وبيغطي ايجاره واكله وشربه وتعليم عياله والكلام ده كله. دلوقتي الوضع بقى مختلف شويه، فما كانش عندهم الفرصه ان هم يخرجوا من الحياه يقعد يجرب كذا وكذا وكذا. حتى مجالات الشغل ما كانتش مفتوحه زي دلوقتي. انت مثلا ممكن تجرب شغل اونلاين، ممكن تجرب شغل في كذا في كذا في كذا. الدنيا بقت مفتوحه، وممكن تلاقي اعلانات وظائف هنا وهناك وبتاع، فتبتدي انك انت تروح وتجرب. زمان ما كانش فيه الكلام ده كله. فدلوقتي لما انت هتخرج وهتجرب، هتعرف انت عايز ايه ومش عايز ايه. ودي حاجه مهمه جدا، انك على الاقل لو انت مش عارف انت عايز ايه، على الاقل هتكون عارف انت مش عايز ايه. الشغل من بدري برضو بيكسر خوفك من المجتمع ومن الناس. في واحده كانت كاتبه قصتها عن ان هي كانت بتشتغل في مكان زي خدمه عملاء وكده. هي كانت واحده خجوله جدا، ده خلاها من كتر التعامل مع الناس كسر فكره الخجل، وان هي تكون ما تعرفش تعبر عن
عن رايها وان هي تتعامل مع ناس غريبه. خدمه العملاء انت بتتعامل مع حد غريب انت ما تعرفوش، ده خلاها ان هي تعرف تكسر الحته دي فيها وهي كانت لسه طالبه، وده غير مسارها بعد كده لما قررت تختار وظيفه ان هي تشتغلها. من الحاجات بقى المهمه جدا وهو انه السي في. يا جماعه السي في ده حاجه ما بتتبناش بعد ما بتتخرج. اصلا انا بشوف كتير قوي كومنتس مثلا تيجي على لينكد ان او على مواقع كتير قوي، او حتى مثلا ايام زمان ما كنت على الفيسبوك والحاجات دي، او حد حتى تبقى في قاعده وحد يقول لك رايه، يقول لك انا لسه متخرج والمكان اللي انا رايح اشتغل فيه طالب واحد بمؤهلات رئيس مجلس اداره، يكون شغال 20 سنه قبل كده ويكون عنده مش عارف كذا ويكون كذا وكذا وكذا. هم صح، لان المنافسه بقت عاليه جدا. انت النهارده الواحد اللي كان زمان من 50 سنه فاتوا كان بيتخرج ابيض ويدخل يدوب بس على الوظيفه ويبقى زي الفل ويشتغل من الساعه 8 ولا من 9 ل 5 وزي الفل. النهارده بقى المنافسه عاليه، الناس بقت بتشتغل من بدري جدا، الناس بقى عندها خبره في حاجات كتير، ناس حتى بقت بتكتسب خبره وهي قاعده في البيت، حاجه انت بتكتبها في السي في بتاعك. لو انت ما كنتش عملتها السي في بتاعك هيبقى فاضي. فخلينا نقول انه الشغل من بدري ده هو اللي هيبني السي في بتاعك، هيخليك وانت متخرج عند 22 سنه ولا 25 سنه يكون عندك سي في بيقول ان انا اشتغلت خدمه عملاء في المكان الفلاني. طب يعني ايه اشتغلت خدمه عملاء وانا رايح في الاخر انا كده بتقدم على وظيفه تانية؟ ما انت اتعاملت في خدمه عملاء مع مجموعه من الناس كبيره جدا وكسرت رهبه الكلام مع الناس وتعلمت حاجات في الموضوع ده، على الاقل اتعلمت برامج كمبيوتر كتير عشان تسهل لك الشغل، اتعلمت ازاي تهندل الغضب بتاعك. كذلك بقى لو انت برضو كنت بتشتغل مثلا اي شغلانه تانية اونلاين، حاجه زي جرافيك ديزاين، اشتغلت حاجات فريلانس، الكلام ده كله، ما دي حاجه بتديك كريدت برضو. انت واحد بتعرف تجيب عملاء من على النت، فانت لو رايح تشتغل سيلز في مكان معين او رايح تشتغل في مكان انت هتكون الواجهه بتاعته، فبالتالي دي حاجه هتديك كريدت لانك انت بقى عندك خبره في حاجه زي كده. انت مش لسه ورور، مش لسه ابن امبارح ما تعرفش الحاجات دي. فانت لو اشتغلت من وانت في الجامعه انت اديت لنفسك فرصه. لو انت جامعتك 4 سنين او جامعتك كانت زي 7 سنين، انت لو كل سنه بس اشتغلت 3 شهور ولا 4 شهور انت حرفيا بنيت سي في، عملت 4 شغلانات مختلفه او 7 شغلانات مختلفه، في حين انه زمايلك اللي لسه متخرجين في نفس سنك اللي كانوا لسه بياخدوا من المصروف بتاعهم من باباهم ومن مامتهم، واللي هم فاكرين في دماغهم ان هو اصل انا كده حالتي متيسره فانا مش محتاج ان انا انزل اشتغل. انت ما بتنزلش تشتغل عشان انت حالتك متيسره او انت اهلك معاهم فلوس، انت بتنزل تشتغل عشان الحاجات التانية اللي انا قلتها لك واللي لسه هقولها لك قدام كمان شويه. الحاجة برضو اللي الشغل هيعلمها لك من بدري، ودي حاجة مش هتعلمها ولا في مدرسة ولا في محاضرة، الانضباط. بصوا أنا مقتنع بحاجة جدا، إنه الحاجة اللي أنت بتتعلمها وأنت صغير هتفضل معاك وهتفضل صفة فيك. يعني إحنا ما بنتولدش بصفات معينة وتفضل مكملة معانا، الصفة اللي أنت هتفضل مواظب عليها هتفضل معاك بقية حياتك، إنما الصفة اللي أنت مش هتشتغل عليها وتنميها وتكبرها خلاص ضاعت منك. الشغل هيعلمك إنه في مواعيد. انت الراجل اللي مشغلك عنده ده، او في ناس بتزعل من كلمه مشغلك عنده، هي خلينا نقول الراجل اللي مشغلك معاه، الراجل ده بيدفع لك فلوس وهو منتظر منك حاجه مقابل الفلوس دي، انك تيجي شغلك في ميعادك وتمشي في ميعادك، ان ما كانش بعد ميعادك. منتظر منك تسليم تاسك معينه مثلا في وقت معين، مطلوب منك انك انت تعرف تهندل غضبك. ما انا اللي بدفع لك الفلوس، سيبك بقى من جو بقى اصل انا لا ما حدش هيشتريني بفلوس، لا هو شريك بفلوسه وانت محتاج فلوس ومحتاج الخبره. وزي ما قلت لك انت مش بتروح تشتغل علشان فلوسه، حتى لو انت مش محتاج الفلوس دي انت رايح تشتغل علشان تكسب خبره، علشان تكتب حاجه في السي في بتاعك، علشان المهارات اللي هتتعلمها بقيه حياتك وتفضل معاك نتيجه للشغل اللي انت اشتغلته في السن ده. فالشغل من بدري هيعلمك الانضباط، صفه هتشتغل عليها من بدري هتكون عندك، فلما هتكبر وبعد كده هتبقى خرجت بقى لسوق العمل الحقيقي بقى نفسه، ولو ان انت بالفعل هتكون اصلا في سوق عمل، بس انت هتكون اتعلمت الانضباط.
فالانضباط ده مش حاجه انت هتتعلمها في المدرسه ولا في الجامعه، لانه في المدرسه او في الجامعه انت ممكن تغيب من المدرسه محدش هيعمل لك حاجه، ممكن تغيب من محاضره ما تحضرهاش، تغيب من سيكشن، ما تعملش الواجب بتاعك لو انت في مدرسه، ما تسلمش التاسك اللي وراك في الجامعه او المشروع بتاعك او الحاجات دي كلها، محدش هيقول لك اي حاجه. بصوا الحاجات دي عليها سيل 80%، ده بيبقى وقت لذيذ قوي للناس اللي بتحب تشتري هدوم وحاجات من دي، ممكن تجيب الحاجات دي، بتبقى لطيفه للمهتمين يعني. انا مش بتاع الهدوم والحاجات دي للاسف يعني، بس حتى ممكن تكونوا بتلاحظوا كده من الفلوجز بتاعتي ان هو في الغالب هم 4-5 تطقم وخلاص، هم دول. حتى انا لسه بقول طقم ما بقولش اوتفيت زي الناس اللي بتقول اوتفيت. بصوا الشنط دي كان نفسي قوي ان انا اجيب واحده منها الفيدو بتاعت سبايدر مان، بتبقى حلوه قوي في المطارات والحاجات دي كلها، ان هم بلاقي الاطفال قاعدين عليها وبيقعدوا يتدحرجوا عليها، وحاجه بتلهيهم شويه بدل ان هو يفضل مرخم عليك يعني. المحل اللي انا فيه ده فيه كل حاجه انت ممكن تتخيلها لها علاقه بالادوات الرياضيه يعني، لدرجه حتى الحاجات بتاعه الجولف بقى مختلف انواعها، الرجل اللي هي بتاعه العصايه بتاعه الجولف، عصايات الجولف نفسها يعني، انت لو عايز عصايات انواع بقى وحاجات، تخيل الحبه العصيان دول ب 270 باوند. والحاجات بتاعه البوكسنج برضو موجوده، فلو انت مهتم بحاجه زي كده ممكن تجيبها. الشغل من بدري برضو بيخليك انك تعرف شغفك الحقيقي من بدري. سيبك بقى من الكليشيهات بتاعت اجري ورا شغفك والكلام ده كله، انا مش جاي اقول لك كده، بس الشغل من بدري هيعلمك انك تجرب حاجات كتير قوي مختلفه، واللي هتكون ممكن في وقت من الاوقات ممكن تكون الهوايه بتاعتك اللي بتخرجك عن الروتين الشغل اللي انت بتعمله. وده من ضمن الحاجات اللي خلتني ان انا اصنع محتوى، انه ده كان الحاجه اللي بتخليني ان انا اخرج بره الطب، اكسر الدايره بتاعت الطب، ما افضلش فيها على طول 24 ساعه عمال بس ما بين المستشفى وما بين البيت. والاجمل من كده كمان بقى، يا سلام لو الحاجه دي كمان بتجيب لك فلوس، زي انه مثلا واحد يكون بيحب الرسم، او واحد يكون بيحب الجرافيك ديزاين، او حاجه من الحاجات دي انت بتحبها وانت مثلا شغال دكتور او شغال مهندس او شغال اي حاجه تانية في الحياه، والحاجه دي كمان بتعرف تجيب منها فلوس، ده انت كده يعني عبقري. بصوا الوان الشوزات دي حلوه قوي، مش عارف دي رجالي ولا حريمي، بس الوانها حلوه قوي، اللون ده حلو قوي، حاسس ان هي اكتر لحاجات الجري وكده، واللي حاسس ان انا محتاج ان انا اجيب حاجه زيها علشان الجري هتنفعني قوي، بما انه ان انا ناوي ان شاء الله اكمل في موضوع الجري ده حتى ولو مرتين بس في الاسبوع. الشغل من بدري برضو يا جماعه هيخليكوا ان انتوا ما تتحولش للموظف الروتيني اللي هو بيروح الشغل بتاعه من الساعه كذا للساعه كذا، لان هو ما اتعلمش حاجه في حياته غير الوظيفه دي ان هو يروح يعملها. زي النهارده لو انت رحت اي مؤسسه حكوميه هتلاقي الموظف ده اللي هو اللي بيروح من الساعه كذا للساعه كذا وهو كاره حياته وعيشته، ما عندوش شغف في الحياه، ما عندوش اي حاجه، فسايبها كده وخلاص ومستني ان هو يروح البيت، بيروح الشغل بتاعه علشان هيروح هيفطر وبعد كده يتغدى وبعد كده هيمشي والكلام ده. فلان الناس دي ما جربتش حاجات تانية بره الحاجه اللي هم اتوظفوا فيها زمان، كان التوظيف كده اللي هو انت بتخرج من كليه بتاع يلا روح اشتغل كذا، املى مكان وخلاص، لان الوظائف كانت موجوده وكانوا عايزين ناس، فالناس كانت بتقدم في الاعلان وكانوا بيتقبلوا وخلاص والدنيا بتبقى زي الفل. الوظائف كانت موجوده والعدد في الليمون، واي حد كان بيدخل يشتغل اي حاجه حتى لو ما معهوش كواليفيكيشنز او معهوش مهارات. انما النهارده المنافسه بقت عاليه جدا، واهم جدا انه مجال الشغل في اللي انت هتروح هتشتغله هيبقى بالظبط نفس الحاجه اللي انت بتدرسها، انت لسه ما تعرفش العقبات اللي انت هتواجهك في الشغل. خلينا انا اقول لك على نطاقي، مثلا ايام ما انا كنت طالب في كليه طب، كنا احنا لما كنا بنبقى طلبه ونروح المستشفى كنا مثلا نشوف الدكتور، الله ده ملاك رحمه، ده بيساعد الناس بيعالج الناس، كنا نقعد تدي كده بتقعد تقسيهم حاجات كده وتقول انه ده يعني احسن حد في الحياه، لانه ما كانش علينا مسؤوليات في الوقت ده. بس لما اتخرجت واشتغلت كدكتور اكتشفت لا، انه الدكتور ده مش الواحد اللي قاعد بيساعد الناس وقلبه ابيض والدنيا كلها ماشيه معاه كده سلنكتيه بقى وبتاع، لا، كميه المشاكل اللي بتقابلك في الشغل سواء من زمايلك، سواء من العيانين، سواء من الامكانيات اللي انت محدود بيها في شغلك، سواء من التوتر، من الاسترس، السهر بالايام، النبطشيات المتواصله، النبطشيات بالليل، مسؤولياتك الخارجيه ومش عارف ايه، الكلام ده كله بيحط عليك حمل كبير قوي. انت مش مجرد بس دكتور بتشتغل وانه اختياراتك ما بين اصلا انا ما بحبش الدم فانا هروح في تخصص باطني، او انا بحب الدم والاكشن والبتاع فخليني في الطوارئ والجراحات والكلام ده كله، لا، ما بتمشيش كده. فالدنيا ليست كما تبدو وانت لسه
طالب وبتشوف اللي اكبر منك وهم بيعملوا نفس الشغلانه اللي اتخرجوا من الكليه اللي انت فيها وهم بيعملوها، لا هي مش مجرد انك بتمارس الحاجه اللي انت اتعلمتها، الموضوع ليه ابعاد كتير قوي. فالحاجات دي مش هتشوفها الا لو انت اشتغلت من بدري او بدات انك انت تنزل تتدرب من بدري عشان تشوف بعينيك. فاللي بيحول الموظف اللي انت بتشوفه في اي مصلحه حكوميه ده اللي هو رايح بس علشان يفطر ويخلص اليوم ويمشي، ولا هو عايز يخدمك ولا هو عايز يعمل اي حاجه، انه هو اشتغل الشغلانه دي وهو مش بيحبها او ما كانش عارفها او كان متخيل ان هي اللي هتخليه ملك وبتاع، واكتشف ان هي الموضوع روتيني وهو مش شخص روتيني، بس هو ما كانش عنده البدايل او ما كانش اشتغل من بدري فما يعرفش ان دي طبيعه الوظيفه هتكون بالشكل ده، هو ما يعرفش. فبقى دلوقتي مجرد الراجل اللي مكمل في المكان اللي هو ما بيحبوش ده لان ما عندهوش الفرصه ان هو يجرب حاجه تانية وما عندهوش الوقت ان هو يجرب حاجه تانية، لانه دلوقتي بقى مسؤول عن بيت واسره واولاد وعنده مسؤوليات وجمعيات واقساط ومش عارف ايه، فما عادش عنده الفرصه ان هو يسيب المكان الوحش اللي هو ما بيحبوش ده، المكان اللي طفاه بالشكل ده، فهو حرفيا بقى مطفي. انا ما اقدرش الومه لانه الدنيا ما كانتش مفتوحه وقتها، انما دلوقتي الدنيا بقت مفتوحه، فانت مالكش مبرر، فانت تقدر تشوف وتعرف وتسال وتتطقص، ولو انت هتكون في شغلانه معينه انزل شوف الدنيا عامله فيها ايه واعرف. فانت لو اشتغلت من بدري على الاقل احتماليه انك انت تنطفي في سن صغيره او تنطفي من بدري زي الناس اللي احنا بنشوفهم في الاماكن دي وظائف ثابته ومرتبات ثابته، ففي الغالب هتنطفي بدري، ودي مش حاجه كويسه اظن. يعني حاجه تانية برضو مهمه جدا وهو انه الفشل بدري احسن بكتير قوي من انك انت ما تفشل وانت كبير، لان وانت كبير مش هتعرف تاخد الريسك لو انت فشلت في حاجه انك انت تعرف تغيرها وتروح لحاجه تانية، الموضوع هيبقى تقيل قوي على قلبك. انما انت لو بدأت شغل من بدري وفشلت تكلفة الفشل ده مش هيحصل حاجة. يعني لو انت طالب في الجامعة ونزلت اشتغلت النهاردة وفشلت في شغلانة انت قدمت فيها، عادي، انت اتعلمت من الغلط ده، رحت شغلانة تانية فشلت فيها، انت اتعلمت برضو، بعد كده هتبتدي تتدارك الاخطاء بتاعتك دي في الحاجات اللي جاية وهتبتدي تتعامل على اساسها. وبقى من اهم الحاجات اللي انت ممكن تطلع بيها من الشغل بدري هو العلاقات اللي انت بتبنيها من بدري، بمعنى انه انت اشتغلت مع شركات معينه فانت الموظفين اللي معاك في الشغل عرفتهم، بقى في ما بينك وما بينهم علاقه، حضرت ايفنت تابع للشغل اللي انت فيه ده فعرفت حد معين، عرفت شخصيه تانية معينه. العلاقات اللي انت بتبنيها دي لا تقدر بمال. يعني اوعى تفتكر انه حتى لو انت شغال في شغلانه وما بتاخدش منها الفلوس اللي انت كنت متوقعها، بس انت فيها بتقابل ناس، بتحضر ايفنتات، بتكلم مش عارف مين في التليفون، الناس دول هم حاجة لا تقدر بمال. سجل التليفون بتاعهم، سجل كل حاجة عنهم، اكتب في السي في بتاعك انك اتعاملت مع شركة فلان الفلاني، خلصت لهم شغل والكلام ده كله. بص يا جماعة، انا الكام شركة اللي انا كنت اشتغلت فيهم ايام ما انا كنت في الكلية، انا ما فيش شركة سبتها ورحت لشركة تانية الا ما كانت عن طريق حد انا كنت عرفته من الشغل اللي كان موجود قبله. فانت شغلك في الشركات دي حتى لو ما بتاخدش من وراها فلوس، فانت بتاخد خبرة، بتاخد حاجة في السي في هتكتبها، بتاخد علاقات بتعرفها من الناس، ده غير طبعا الفلوس حتى البسيطة اللي انت بتاخدها، بتعلمك الانضباط، بتعلمك ضبط النفس، بتعلمك يعني ايه في روتين في حياتك. والحاجة بقى الأخيرة عشان ما اطولش عليك، وهو انه شغلك وانت في العشرينات هيخليك انك تشكر نفسك لما توصل للثلاثينات، هتقول انا عملت كذا وكذا 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 في الوقت اللي كانوا غيري ما كانوش بيعملوا من الحاجات دي، ووصلت للحاجة اللي انا فيها دي بفضل، طبعا بفضل ربنا، بس بعدها الاسباب اللي هو اللي انت كنت بتشتغل وكنت بتعملها وانت فترة العشرينات وصلتك للشخص اللي انت عليه النهاردة ده وانت في الثلاثينات. فبس كده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو تشوفني على الانستجرام ما تنساش تعمل لي فولو، واشوفكم بكره في فلوج جديد ان شاء الله. سلام. انا حاسس ان رجلي العضلات فكت كده شويه والامور ظبطت معايا شويه، الحمد لله.